ليه أول سنة في أي بيزنس هي الأصعب؟ وإزاي تقدر تتخطى نقطة الانهيار من غير ما تستسلم؟ لو عايز تعرف إزاي، اتفرج على الفيديو ده. لو أنت لسه بتبدأ بيزنس رقمي أو بتبيع منتج أونلاين، فأنت غالبا عديت بنقطة معينة بتقف مع نفسك وتقول بقالنا شهور شغالين ومفيش نتيجة. هو ده طبيعي ولا البيزنس ده مش ليا؟ دي بيسموها نقطة الانهيار. بس ما تقلقش، ده شيء طبيعي جدا وأي حد ناجح لازم يكون عدى بيها، لكن للأسف معظم الناس بيقفوا وما بيكملوش بعدها. طيب ليه أول سنة هي الأصعب في أي بيزنس أونلاين؟ واحد، لأنك بتشتغل كتير بس لسه ما وصلتش للمرحلة إن يكون عندك دخل مستقر ومستمر. انت بتحط وقت وفلوس وطاقة بس لسه مش ظاهر نتيجة كبيرة للشغل بتاعك. اتنين، لانك بتبني من الصفر، لسه ما عندكش جمهور كبير، مفيش عندك ثقة متراكمة ما بينك وما بين العملاء المحتملين بتوعك، مفيش لسه فانل اشتغلت كويس. كل حاجة لسه بتبدأ، وده اللي بيخلي النتيجة بتظهر بس ببطء شوية. تلاتة، لانك في الغالب في الاول بتشك في امكانياتك كتير. مرة تعمل بوست وما تلاقيش عليه لايكات، او تعمل اعلان وما تلاقيش عليه نتائج، او تشوف ناس تانية سبقوك وعدوا. دراسة من هارفارد بيزنس سكول بتقول 85% من المشاريع الصغيرة بتقفل في خلال أول سنة، بس مش علشان المنتج مش حلو، بس علشان مؤسسيها زهقوا وبطلوا يسعوا قبل ما النتائج تبدأ تظهر. طيب تتخطى المرحلة دي ازاي من غير ما تستسلم؟ واحد، لازم تبقى فاهم ان البطء في الأول مش دليل فشل، ده دليل انك بتبني خطوة وخطوة. انت في المرحلة دي بتزرع مش بتحصد، والبذور ما بتتحولش لشجر في اسبوع. اتنين، قسم اهدافك الكبيرة لاهداف صغيرة. كل ما كانت اهدافك في البداية صغيرة، كل ما هتعرف تحققها بسهولة وتحس بالتقدم اللي نفسك تشوفه. تلاتة، ما تحاولش تعيش نفسك في مقارنة مستمرة. الناس اللي بيقارنوا نفسهم دايما باللي سبقوهم بيفتقدوا متعة الرحلة، ودايما شايفين نفسهم ورا حتى لو هم متقدمين على ناس تانية. أربعة، ابني سيستم، بلاش عشوائية أرجوك. ابني فانل واضحة، اصبر، هتلاقي نتائج سريعة. لازم تمشي بمنهج، ما ينفعش تمشيها حسب المزاج والمود. الخلاصة، أول سنة مش مقياس نجاحها، هي اختبار لإصرارك. قولي كده في الكومنتات، هل حسيت في مرة إنك قربت توصل لنقطة الانهيار في البيزنس بتاعك؟ وإيه أكتر حاجة محتاج تغيرها علشان تكمل وبشكل أقوى؟ هشوفك في الكومنتات. السلام عليكم.